سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. انا الحمد لله كما راكم تشوفوا فيا راني برا. ايماجينيو سمانه كامل وانا كل صباح نصبح برا كما تقولها ماني في الموت. زعما قلنا رمضان نديروا الوصفات نطيبوا مع بعضنا نديروا التحليات. رمضان راح يكمل وحنا ما درنا فيها والو. ايماجينيو فتفوته شرقتني سمانه وانا نحوس لها على قشها بالدرع الا كان فكيت اموري. نجي نروح نشري كي نجي لهنا نلحق للدار نلقاها كبيره ولا صغيره ولا قصيره. المهم سمانه وانا رايحه جايه ساعه نفكر بلي خصني حاجه مالغري يعني ماركيت الحوايج اللي راح نشري. وهكاك من اللي بديت بالسبت حتى كملت اليوم الاربعاء. الفيديو هذا نخدم لكم فيه بالاربعاء. على بالي درك تقولوا لي مازال الحال على العيد مي انا راح نخيط حوايجي تسمى لازم نشوف الطراف واش كاين واش ما كانش باش كي ندير الفطور ونفطر ونكمل في السهره نجبد نفصل ونخيط بشويه. راح نخيط ليا ونخيط للبنوته. وهادو الحوايج اللي شريت لها زعما هاد لاجيب جا قصير خلاص ما يبانش نهائيا. هادو في الصباحيه اللي كنت دايه ارجعهم هادو في زوج رجعتهم وجبت حوايج واحد اخرين في بلايصهم. وجبت هاد لاغوب هي باهيه وجاتها تهبل مي الكول هذاك جا كبير بزاف ويولي لها هكا على وجهها والاخر. ايا رجعتها وجبت واحده اخرى في بلاصتها. ولا هنا بعد ما جينا من الخرجه تاعنا يعني توجور نخرج انا وعجوزتي. خرجنا كي جيت ديريكت للفطور. واش نقول لكم جيت شارقه. قررت ندير العشوب تاع الخضره ثم باش تجيني سهله نلوح الخضره كامل طيب من بعد نرحيها وصاي. الفطور تاع اليوم سهل مهل تاع خلط بصح كل شيء جبنين والله كل شيء جبنين وخفيف. انا اصلا الشوربه تاع الخضره نموت عليها تعجبني بزاف وما درت فيها لا لحوم ولا حتى حاجه. الخضره برك مع دبشه ومعدنوس توابل قليتها في زيت الزيتون ملح مرقتها بماء سخون خليت الخضره حتى طابت كامل وجبت البرا وميكسيتها حتى ترحات كامل وقدمتها. صدقوني جات بنه ولا اروع مالغري يعني الفطور تاع الزربه وتاع الروطار وهكاك الحمد لله كملت وجات بنينه. يعني ناكد على جات بنينه. والان حبوباتي بعد ما حطيت الشوربه الطيب جيت نخدم اشبح الصفاره كما خدمتها معكم الخطره اللي فاتت. عندي كيلو سكر بكيلو فواكه مجففه 2 كيلات ماء كيلو شبح الصفاره مغروف زبده 2 دوائر الليمون مغروف كبيره عسل ومغروف كبيره من الزهر. راح نطيبها في هذه الطنجره شفافه. نحط 2 كيلات ماء على كيلو سكر كيلو غير 4 مش كيلو كامله كيلو غير 4 سكر. بسم الله. عود قرفه واحده نجمه الارض وزبده مره كبيره زبده حصلت. ودرك حندير سلطه دو فخوي ما صورتها لكمش كامل صورت لكم مقاطع فقط. وبعد ما حطيت الاطباق الرئيسيه يطيبوا
راح نبداو في المصيدوان. المقبلات عندي كاس غربع روز، حبه سناريه، نص كاس جلبانه. نديرهم هك في كوكوط مع شويه زيت. نقلي الجلبانه والسناريه مع بعضهم، شغل نحمصهم برك شويه هكا في الزيت، ومن بعد نضيف الروز تاني، نزيد نحمصه شويه معاهم، ومن بعد نمرق بزوج كيسان ماء. نخليهم في الكوكوط مدة 6 دقائق ونطفي يكون كل شيء طيب. وطبعا ما تنسوش الملح. ودرك راح ندير لكم اسهل وصفة تاع الميني بيتزا. نحط مغرف سكر مع مغرف خميرة الخبز مع كاس ماء دافي. نخلي الخليط تاعي حتى يخمر، نضيف له 250 غرام فرينة ومغرف صغيرة ملح. لما الخليط بماء دافي ونغطيه ونخليه حتى يخمر، ونعاودو نرجعوا ليه. لهنا راني مزروبه، راني نخدم هذه ونرجعها ليه، ونزيد نجيب نخدم هذه ونرجعها ليه، وهي رايحه، والحمد لله كملت في الوقت. ولا هنا كانت عندي شويه سكالوب مرحي كنت مديرته في الكونجيلاتور، قلت ندير به رولي. درت مورسو صغير تاع الرولي، درته هكا، درت فيه الفرماج، درته بفرماج طارتينو تاع المثلثات، وضفت هذا الفرماج الخاص بالبيتزا، اغلقت عليه ودرته في الكسكاس ايفور. اي فوالا، لهنا راهو واجد. بقى يطيب هذا مكان. درت شويه برك خاطر الماكله الله يبارك كما راكم تشوفوا راني مطيبه شحال من حاجه، وزيد بزياده رانا غير في 3، يعني راهو يكفي ويوفي. وبالفعل فطرنا والحمد لله شبعنا وفضلت الماكله. الغدوه من داك زدنا طيبنا حاجه خفيفه، هذا ما كان، ما زدناش طيبنا. وفوالا لهنا الشوربه تاعي كانت طابت. شبح السفره نضيف لها في النهايه مغرف عسل، ونزيد له شبح السفره، نخليها ميم با 5 دقائق ولا 6 دقائق ونطفي عليها طيب الزبده. اسكو جربتوها ولا ما جربتوهاش؟ ولا هنا الروز والجلبانه والسناريه كانوا طابوا. درك نزيد نضيف عليهم المايس، الطون، حبه بيض، قيمه 2 مغارف كبار خل، ونص حبه خيار. نخلطهم ونضيف لهم المايونيز والملح. والمصيدوان تاعنا تكون جاهزه. الخضره تاني لهنا راهي واجده، رحيتها، درت لها شويه دبشه ومعدنوس وصاي راهي جاهزه. لهنا الحمد لله كما نقولوها راني نوجد بالحاجه ونحط اكوتي، نوجد بالحاجه ونحط اكوتي حتى لقيت روحي كملت، وبقيت نستنى في المغرب يأذن. المصيدوان تاعي حبيت نقدمها في هاد الفيرين خاطر مش راح ندير سلطه تاع ريش. حنا لهنا ما ياكلوش سلطه، ما يحبوهاش، قليل وين يديروها. هيا قلت ما كان له نديرها خساره، ندير المصيدوان وصاي. بالنسبه للبيتزا راهي خمرت، دوك نضيف لها 2 مغارف زيت، نزيد ندخلهم فيها مليح مليح ونعجنها شويه، ونزيد نخليها تخمر مده 20 دقيقه. لهنا راني بديت في التقديمات. نورمالمون لهنا بقات لي غير البيتزا نطيبها وصاي. هذه هي شبح الصفراء قدمتها في هاد الطبسي. بالنسبه لصوص طوماط تاع البيتزا كانت عجوزتي قبل رمضان، طيبت طماطم مرحاتها وخباتها في الكونجيلاتور، يعني جبتها واجده. دارتها في الكيسان تاع جوطابل، جبت نص كاس وزدت لها نص باطا طو مع توابل وملح وشويه ماء. خليتهم غلاو 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 وطفيت.
قليت تاني شويه سكالوب تاني كان مرحي ومدوزن وحطيته تاني في الكونجيلاتور، يعني جبدته واجد، يعني خدمت غير الحوايج اللي راهم واجدين هكا باش ما نبقاش نرحي ونخدم ونعاود. ولا انا كنت شكلت الميني بيتزا تاعي، خليتها خمرت شويه ومن بعدها رحت درت لاصوص طوماط وندير شويه سكالوب شويه مايس الهوت دوغ هذاك، ودرت زوج انواع فرماج، درت كومامبير وغودا. وصدقوني البيتزا هذه جات بزاف بنينه، مالغري يعني المقادير بسيطه، مانيش نحكي على الحشو، نحكي على تاع العجينه، يعني خميره وماء وملح. جيت بزاف بنينه. شوفوا في الطياب طيبتها من تحت قسمه صفارت، يعني مش صفارت، خدات اللون الذهبي، ومن بعد زدت شعلت لها من فوق شويه وخرجتها. كي خرجتها ضربتها بالشاليمو في الشطوط باش تعطيني هذاك اللون الباهي، وقدمتها. صدقوني جات بزاف بنينه. ومن بعد حطيت البطاطا تقلى باش نقدمها مع الرولي، ورحت ندير لها لاصوص بلانش. قليت الشامبينيو هذاك في المقله، يعني شحرته برك، ومن بعد ضفت له الكريم فخاش مع شويه حليب ولي فخوماج والملح والتوابل. الرولي تاعي قطعته هكا برك، ندير البطاطا من تحت والرولي راح نحطه من فوق. يعني ما عنديش الوقت باش نديكوري ونزين، كنا مزروبين، يعني لحقنا للدار جويه ساعتين ونص ولا هذاك هو، لحقنا صلينا وبديت ديريكت في الفطور. ولا هنا مادامني نفرغ في الماء والغازوز معناتها الفطور راهو الحق. وهذه هي الطاولة رمضان، بقات البيتزا برك اني نستنى فيها الطيب. والحمد لله جا فطور بزاف بنين وجد في الوقت، يعني انا اللي بقيت نستنى في المغرب يأذن. وهذه هي الميني بيتزا، ما تنسوش تجربوها، صدقوني علامه عرفوا كيفاش طيبوها برك وما تخليوهاش تيبس لكم في الكوشه. اي فوالا، هذا هو الفطور، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ولا انا كنت نستنى في المغرب يأذن. واخيرا لحق النهار اللي فاش ندير التحليه وندير طابله نسهر بها. من نهار دخل رمضان وانا في الليل نطيح ميته، شغل نخدم في النهار هكا، نخدم ونخرج كما قلت لكم سمعنا كومبلي وحنا نخرجوا. في الليل كي نحكم بلاصي ميته، يعني ما نقدر نخدم، ما نقدر نصور لكم، ما نقدر ندير والو. لعل وعسى هذا الاسبوع ان شاء الله نكون في الدار ونخدم وندير لكم وصفات ان شاء الله. على ما اظن من الاحسن ندير وصفات يعني في فيديوهات قصيره، خاطر التصوير هذا اللي من البدايه للنهايه راهو يتعب بزاف والوقت ما يكفينيش، شغل نولي نجري باش نكمل. كنت متحمسه بزاف الوصفات والطبخ وكلش، ومن بعد لقيت روحي رمضان راح يكمل وانا مازال ما درت فيها ولا شيء. ان شاء الله هذا الاسبوع نكمل الخياطه تاع حوايجي، نكملهم نحيهم من طريقي باش نزيدو نوليو نطيبوا شويه مع بعضنا، ونوليو نديرو لي غاطو تاع العيد. لي غاطو تاع العيد انا معوله ندير غير لي غاطو الساك، وما نعرفه لي موديل، يعني ما كانش شفت لي موديل مش حاجه ما قنعونيش، ما كانش حاجه فور. انا راح نحاول يعني نخدم مخي، اذا قدرت نخدم مخي كاش ما نبدع في موديل ولا زوج، وندير تاني زوج ولا غاطو هكا تاع الحليب ولا فقط، يعني سامبل. هاني مامي هاني وندير البقلاوه اكيد. وهذه هي، هذا هو. وانتم يدراوش راكم دايرين فيها، اسكو بديتو توجدوا العيد ولا مازال؟ على بالي بلي مازال الحال، مي انا كما قلت لكم عندي شغلات بزاف
تما لازمني نفرز بشويه. راني توجور نخلي روحي للدقيقه الاخرى ونولي نجري. الخطره هذه زعما راني قلت ما نخليش روحي للدقيقه الاخرى، نفرز كلش درك باش في الاخر نلقى روحي رايحه. وما نعرف اني ديما نقول هكا ومن بعد في الاخر نلقى روحي حاصله. هذه هي. وهذه هي سهرتي المتواضعه. بالنسبه للاموس اللي ما شافوش الفيديو راني حطيته في الفيديو السابق. الوصفه حطيتها في الفيديو السابق. هذه هي وهذا هو. لهنا نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير، تهلاو لي في رواحكم. اني رايحه نرقد، حنموت بالعيا. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. راح نحاول ندير لكم وصفات بزاف هايلين. ندير طبخ، حابه ندير محاشي ولا كبه سوريه، وحابه ندير تحليه تكون مليحه. وما نعرف درك نورمالمون كملت شغله تاع برا، يعني نقدر نطيب براحتي، ما نطيبش باللهفه، نوض بعقلي ونوجد ونطيب، نبدع كيما يحب الخاطر. هذه هي حبوباتي. ما عليا نقولكم غير بقاو على خير، تهلاو لي في رواحكم، والى الملتقى ان شاء الله. ما تنساوش الجيم او كومنتار، واللي مش مشتركه في القناه تضغط على زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. الى اللقاء، مع السلامه، باي باي.